عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايب لكم اضرار العادة السرية. اضرار العادة السرية بتتكون من 5 حاجات، واقول لك النهارده هي. واهم حاجة انزل اعمل سبسكرايب في القناة واشترك في القناة وتفعل ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وبفضل ربنا وفضلكم هنوصل للي احنا عاوزينه، وانا بشكركم جدا على الدعم اللي في القناة، واخر فترة بتدعموا القناة دعم حلو. ده حبا من ربنا وحبا من الجمهور، واكيد لنا مستقبل كبير في القناة دي. اول حاجه معانا وهي رشفه اليد. ايدك بترتعد كده، تلاقي ايدك لما تمسك كوبايه تمسك اي حاجه تلاقي ايدك زي العصب، مفيش عصب اصلا في المنتزه. تاني حاجه معانا وهي تضاعف الشخصيه. شخصيتك ضعيفه لما تيجي تقعد مع حد شخصيتك ضعيفه في الكلام في كل حاجه. بالعربي كده مالكش كاريزما، حاول انك تبتعد عنها. تاني حاجه معانا وهي تضاعف النظر. بتلاقي ان نظرك كده بيضعف، بتلاقي ان عينيك بترمش على طول، لان من الهوا بيضعف عينيك وبيعمل نظام حاجات في عينيك من جوه من هنا. وتلاقي الهالات السوداء من تحت عمالة بتزيد في عينيك، وتلاقي النظر عندك ضعيف. وتالت حاجة معانا وهي الكسول والخجل. دايما كسول، بتتكسف من الشخص اللي قدامك، ما عندكش شخصية انك انت بتتكلم مع الشخص اللي قدامك. دايما مكسوف، دايما نفسيتك منكسرة، ملكش شخصية كده. رابع حاجة معانا وهي انخفاض صوتك. دايما تلاقي صوتك خفيف، ملكش أي وجود في القارة دي أصلا. فحاول على قد ما تقدر تبتعد عنها، على قد ما تقدر تبتعد عنها. آخر حاجة وهي معانا القلق والتوتر. دايما قلقان كده متوتر، خايف من الحاجة اللي بتحصل قدامك والحاجة اللي هتيجي وتحصل. أضرار العادة السرية دي هي ليها ضرر وليها فوائد، وأنا هقول لكم الفوائد بتاعتها في الفيديو الجاي. وخامس وآخر حاجة معانا وهي بتدخلك في مود اكتئاب. بتدخلك في مود اكتئاب كده، دايما مكتئب وتلاقي نفسك دايما قاعد لوحدك. وطول ما انت قاعد لوحدك بتحب انك انت تمارس الحاجة ديت. فحاول على قد ما تقدر تخرج مع اصحابك كتير، تقعد مع اهلك كتير، ما تقعدش لوحدك في الاوضة، وابتعد عن التليفون على قد ما تقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.